يمكننا البرنامج من إنشاء الروابط التشعبية Hyperlinks التي تستخدم للانتقال إلى ملف آخر أو إلى موضع معين داخل المستند الحالي أو إلى موقع معين على شبكة الإنترنت. كما تستخدم أيضا لإرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني. وتعمل هذه الروابط التشعبية بمجرد الضغط بالمؤشر على الكتابات المرتبطة بها داخل المستند. ويتم إنشاء هذه الارتباطات داخل البرنامج بسهولة. وسوف نتعرف الآن على كيفية عمل ارتباطات القفز Anchors للانتقال إلى أي موضع داخل صفحة العمل الحالية أو إلى أي موضع داخل أي صفحة في ملف العمل الحالي. كما يمكننا عمل روابط قفز Anchors للانتقال إلى موضع خلية أو إلى نطاق الخلايا التي نقوم بتسميتها داخل ملف العمل الحالي. فعلى سبيل المثال، إذا أردنا عمل ارتباط على هذه الخلية بحيث يتم الانتقال إلى الخلية C200 داخل صفحة العمل الحالية بمجرد الضغط بالمؤشر على هذه الرابطة، نقوم بالضغط على هذه الخلية لتحديدها، ثم نضغط على المفتاح Insert Hyperlinks من شريط الأدوات Standard، أو نفتح القائمة المشابهة Insert ونختار Hyperlinks. ومن الجزء Link to في المربع الحواري Insert Hyperlinks نختار نوع الارتباط الذي نريد إجراؤه. وليعمل الارتباط من النوع Anchor للقفز إلى الموضع الذي نريده داخل ملف العمل الحالي، نضغط على المفتاح Place in this document، فتظهر متغيرات هذا الاختيار في الجزء الأيمن من المربع الحواري. ونرى في الجزء Or selected a place in this document أنه يتم عرض أسماء صفحات العمل الموجودة داخل ملف العمل الحالي في الجزء Cell Reference، بينما تظهر أسماء الخلايا أو نطاق الخلايا المعرفة داخل ملف العمل الحالي في الجزء Defined Names. وليعمل ارتباط للخلية C200 داخل صفحة العمل الحالية، ندخل الاسم الافتراضي للخلية في الخانة Type the Cell Reference، وفي الخانة Text to Display تظهر الكتابات الموجودة داخل الخلية التي نريد إجراء الارتباط عليها. ويمكننا تغيير هذه الكتابات إذا أردنا. ونرى على يمين هذه الخانة المفتاح Screen Tab، ويستخدم لإدخال الكتابات التي نريد إظهارها عند الوقوف بمؤشر الماوس على هذا الارتباط. ويتم إدخال هذه الكتابات لإظهار وصف للارتباط الحالي مثل اسم الموضع الذي سيتم الانتقال إليه بمجرد الضغط بالمؤشر على هذا الارتباط. فنضغط على هذا المفتاح ثم ندخل الكتابات التي نريد إظهارها في الخانة Screen Tab Text، ونضغط OK، ثم نضغط OK مرة أخرى، فيتم إنشاء الارتباط، حيث نلاحظ أنه قد تم تغيير لون الكتابات إلى اللون الأزرق، كما تم وضع خط أسفل الكتابات. وبتحريك المؤشر فوق هذا الارتباط يتحول شكل المؤشر إلى شكل اليد كما نرى، ويظهر المربع Screen Tab وبه الوصف الذي قمنا بإدخاله لهذا الارتباط. ولاختبار عمل هذا الارتباط نضغط بمفتاح الماوس الأيسر عليه، فيتم القفز إلى الموضع الذي قمنا بتحديده داخل صفحة العمل الحالية، وهي الخلية C200 كما نرى. ولعمل ارتباط للانتقال إلى الخلية F20 داخل صفحة العمل 2000 على سبيل المثال، نضغط داخل الخلية التي نريد إنشاء الارتباط عليها، ثم نضغط المفتاح Insert Hyperlinks من شريط الأدوات Standard، ونختار اسم صفحة العمل من الجزء Cell Reference، ثم ندخل الاسم الافتراضي للخلية التي نريد الانتقال إليها في الخانة Type the Cell Reference وهو F20، ثم نضغط OK، فيتم عمل الارتباط. وبالضغط بالمؤشر على هذا الارتباط يتم الانتقال إلى الخلية F20 داخل صفحة العمل 2000 كما نرى. ولعمل ارتباط للانتقال إلى موضع الخلية أو نطاق الخلايا التي قمنا بتسميتها داخل ملف العمل الحالي، نضغط على الخلية التي نريد عمل الارتباط عليها، ثم نضغط على مفاتيح الاختصار Ctrl+K من لوحة المفاتيح، ونقوم باختيار اسم نطاق الخلايا الذي نريد الانتقال إليه من الجزء Defined Names، ثم نضغط OK، فيتم عمل الارتباط. وبالضغط على هذا الارتباط يتم تحديد نطاق الخلايا التي لها نفس الاسم الذي اخترناه. فبالنظر إلى الخانة Main Box نلاحظ أن اسم نطاق هذه الخلايا هو نفس الاسم الذي قمنا باختياره.